السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قريتوا في عنوان الفيديو، اليوم حبيت نشارك معكم واحد من الأطباق المفضلة عندي، سهل اقتصادي، يطيب في الفور وبريزونطابل، زعما تنجمي حتى تحطيه للضياف، علاش لا. كما راكم تشوفوا ما شاء الله البنه ما نحكيلكمش. تبعوا المكونات. دونك عندنا بصل، ثوم، قزبر، معدنوس، وفلفل حار اختياري، كميه من الدجاج، كميه من البطاطا نقطعوها غليظه من الاحسن، طماطم مصبره، توابل، مارغرين، زيت. وطبعا عندنا سر النكهه تاع الدجاج هي عصير ليمون. اللي بغات الدجاج تاعها يجيها بنين ديري له شويه جو تاع الليم وديري الخبر. دونك هنا نفوتو ديريكتومون لا ماريناد تاعنا. نسحقوا عصير ليمون، زيت، طماطم مصبره، مارغرين، ملح، ثوم مبشور، قزبر، معدنوس، توابل، كميه من الماء. نخلطوهم غايه ونجيبوا الدجاج تاعنا ندخلوا فيه لا ماريناد، يعني الطريقه المعتاده المتعارف عليها. ونزيدو نخلطوا تانيك البصل والبطاطا كاع نديروا فيهم هاد لا ماريناد اللي درناها. انا نحطهم ديريكت في المول اللي غادي يطيبوا فيه، بلا ما ننسى نخلي هاد الخلطه ترتاح 2 سوايع ولا 3 ولا تبات كاع ليله كامله. نخلطهم كاع. هنا ملاحظه صغيره، لا ماريناد تاعنا كي نديروها في المول غادي تشوفوا باللي ماشي ميم با لحقه للنص تاع المول. علاه؟ على خاطر البصل تاعنا غادي يزيد ثاني كيطلق الماء تاعه، وحنا ماذا بينا هذيك لاصوص اللي نتحصلوا عليها في الاخير كي يطيب كل شيء ماذا بينا تكون شويه عاقده، يعني ما تكونش بزاف خفيفه ولا تكون هكا مايهه. كما راكم تشوفوا تاني ملاحظه واحده اخرى، البطاطا تاعي ما خليهاش طيب بزاف، يعني طيب غير تم صاي، على خاطر غادي نعاود نحطهم دون ان بلا يكون شويه كبير، نرشهم بشويه تاع زيت ولا مارغرين ونعاود ندخلهم للفرن، نشعل عليهم من الفوقه نار تكون شويه متوسطه باش يحمروا، باش يكتسبوا هذا اللون الجميل اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا ما شاء الله في صحن التقديم والله بريزونطابل، والبنه روعه، نتمنى تجربوها. فوالا بالصحه والراحه، مع السلامه.